السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر أسامة النوبي. أهلا بكم يا سنة ستة وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنراجع مع بعض المهام الأدائية، وما تخافوش خالص، هي عبارة عن أنشطة. أنت بتراجع الصور، المنهج، خرائط المنهج، بعض الأسئلة اللي موجودة في الأنشطة في الكتاب، وإحنا جبنا لكم بعض المهام اللي ممكن تجي لكم منها. هنا السؤال الأول بيقول لك المهمة الأولى: نمو السكان وتوزيعهم في بلادنا. معدل النمو السكاني في الوطن العربي أعلى من المعدل العالمي. تمام. في ضوء هذه العبارة إيه السبب؟ إيه سبب ارتفاع معدل النمو السكاني؟ هنكتب يا سيدي: بسبب ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، وتحسن المستوى الصحي والمستوى المعيشي في الدول العربية. وممكن نضيف كمان إجابة: بسبب الهجرة الخارجية وخاصة إلى دول الخليج. ما تقلقوش، أنا هحط لكم المذكرة تحت الفيديو في الوصف محلولة، وتقدروا تذاكروها وتراجعوها تاني. يبقى هنا معدل النمو السكاني سببه ارتفاع المواليد، انخفاض الوفيات، ارتفاع مستوى الصحي والتعليم والمعيشي، وكمان الهجرة إلى دول الخليج. طيب، بيقول لك هنا: من أمامك الخريطة الآتية، أجب اسم الدولة التي تضم ربع سكان الوطن العربي. طبعا مصر. اسم الدولة التي تعد أقل دول الوطن العربي سكانا: جزر القمر. اسم دولة تعاني طبعا عندها مشكلة في الزيادة السكانية ومحدودية الموارد، مواردها قليلة. عندك مصر وسوريا والأردن. اكتب اسم دولة تعاني من قلة السكان وزيادة الموارد. العكس بقى: عندك السعودية، قطر، الإمارات، البحرين. طيب، هي الصحراء الكبرى موجودة في الجناح ايه؟ طبعا احنا مغمضين عارفينها من الترم الأول، الجناح الإفريقي. أمال الربع الخالي موجود فين؟ في الجناح الآسيوي. هل تتساوى دول الوطن العربي في المساحة وعدد السكان؟ طبعا خطأ. تعال نخش على المهمة التانية اللي هي الهرم السكاني. بيدينا هنا شكل الهرم، وبيديك على الأسئلة وبتجاوب. بيقول لك فئة صغار السن من صفر إلى كام؟ 14 سنة. طيب، الفئة اللي هي من 15، طبعا واضح من 15 ل 64، يبقى الفئة مين؟ العاملة. طب نسبة الفئة العاملة كام؟ 63%. ودي فئة بتعول صغار السن وكبار السن. طبعا آخر حاجة تبقى الفئة إيه؟ فئة كبار السن اللي هي من 65 فأكثر، نسبتهم 4.5، وهي تحتاج إلى رعاية. اسم دولة عربية حضرية بالكامل وليس بها ريف، عندنا 3: البحرين، قطر، وكويت. البحرين، قطر، وكويت. خلي بالكم الأسئلة دي مهمة. من وجهة نظرك، ما الأسباب التي أدت إلى انخفاض وفيات الأطفال وتحسن صحة المرأة العربية؟ أكيد في تقدم علمي، أكيد في وفرة خدمات صحية، وانخفاض وفيات الأطفال، وتحسن مستوى صحة المرأة. يبقى التقدم العلمي مهم. في خدمات صحية هتؤدي إلى انخفاض وفيات الأطفال، وهتؤدي إلى إيه؟ إلى تحسن مستوى. يبقى هنا التقدم العلمي والخدمات الصحية مهم جدا. ما المشكلات التي يعاني منها سكان الوطن العربي؟ هي البطالة والأمية، وكمان ممكن نضيف ليهم الهجرة. طيب، اكتب رسالة لزميل لك متسرب من التعليم تنصحه فيها بضرورة الحضور الإمام. يعني اكتب له نصيحة، قول له إن التعليم أو العلم نور. العلم نور، كفاية الكلمة دي. العلم نور، اللي انت لو ما اتعلمتش مش هتشتغل. يبقى العلم وسيلة من وسائل العمل. يبقى ممكن تكتب له اي رسالة من وجهة نظرك، فانا قلت لك اهو اجابة، انت ممكن تكتب برضو اجابة تانية، مفيش مشكلة. مديك برضو هنا في المهمة بيقول لك وصف الطبقات، ومديك ايه؟ الفئات بتاعتها. مثلا احنا عندنا طبعا الطبقة، يعني مثلا مديك الطبقة، بيقول لك هنا ايه؟ الطبقة العليا. طبعا الطبقة العليا عندنا الخلفاء والأمراء والوزراء، يبقى احنا هنوصل. طب الطبقة الخاصة اللي هم مين؟ اللي هم عندنا العلماء والتجار وكبار الأدباء. طيب الطبقة الوسطى اللي هم مين؟ اللي هم طبعا أصحاب الأملاك ورؤساء الحرفة وكبار العمال. طب الطبقة العامة آخر حاجة، اللي هي صغار العمال والتجار والمزارعين وغيرهم. سهلة جدا، وهو مسهلها لك، انت بقول له عليك هتعمل ايه؟ هتوصل. طيب، هنا بيقول لك: مكانة المرأة قبل الإسلام
وما كانت طبعا قبل الإسلام المرأة ما كانتش بتمتلك ولا كانت بترث، وكان فيها في بعض العادات السيئة اللي كانت منتشرة زي وأد البنات. يعني المرأة كانت مهانة قبل الإسلام، ولا كان لها ملك ولا كان لها وراثة ولا كان لها حق إن هي تتكلم أو تعبر عن رأيها. لكن بعد الإسلام، الإسلام أعطاها حق التملك وحق التورث، وكمان حارب العادات السيئة. والدليل على كده احنا عندنا أمثلة كتير ونماذج كتير في التاريخ الإسلامي، زي السيدة مثلا رفيدة، والسيدة سمراء الأسدية، وغيرها وغيرها. فالإسلام أعطى للمرأة مكانة عظيمة في المجتمع الإسلامي. طيب، اذكر أسماء بعض النساء لهم دور بارز في نشر الإسلام. لسه كنا قايلين بعض النساء، زي مثلا عندنا السيدة رفيدة الإسلامية كانت طبيبة، عندنا زي سمراء الأسدية، وعندنا شفاء العدوية، دول كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، كان لهم دور واضح في السوق ومراقبة السوق. يبقى دي كانت أمثلة. زي السيدة أسماء بنت أبي بكر لما كانت بترسل الطعام وكانت بتحضر الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار. تمام. والسيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مدينا هنا بعض الصور. طبعا دي في عهد الدولة الأموية، وبيقول لك الأثر ده بيتكلم عن إيه؟ طبعا ده المسجد الأموي. طب دولة إيه؟ سوريا في دمشق. مين بنى هذا المسجد؟ الوليد ابن عبد الملك. طبعا واضح جدا من الصورة وكلنا حافظينها، طبعا ربنا يفك أسرهم إن شاء الله. ده طبعا مسجد قبة الصخرة موجود في فلسطين، وبناه الخليفة عبد الملك ابن مروان. مديك في السؤال التاني بعض الأعمال لبعض الخلفاء، وبيقول لك حط كل عمل تحت مين؟ تحت الخليفة. نمسكها مع بعض واحدة واحدة. معاوية بن أبي سفيان عمل إيه؟ هو شيد مدينة القيروان، أسس ديوان الخاتم، وأسس ديوان البري. طيب، عبد الملك ابن مروان عمل أو أنشأ أول دار لسك الدراهم والدنانير، قام بتعريب الدواوين، وهو المؤسس الثاني للدولة الأموية. الوليد بن عبد الملك وسع الحرم النبوي والمكي، وعصره كان معروف بالرخاء والأمن والاستقرار، اللي هو العصر الذهبي. عمر بن عبد العزيز اهتم طبعا ببناء الخيانات وأحسن اختيار القضاة والولاة، ولذلك كان عادلا أو طبق العدل في عهده. تعال ناخد حاجة تانية. مدينا هنا شكل طبعا زي ما قلت لكم خلي بالكم منه جدا، ده طبعا الاختراع ده في عهد الدولة العباسية اللي هو الاسترلاب. طيب، في عهد مين من الخلفاء اتعمل؟ في عهد المأمون، في عهد الخليفة المأمون ابن هارون. برضو مدينا تصنيف لبعض الخلفاء، وبيقول لك حط الأعمال بتاعتهم. أبو العباس طبعا هو المؤسس الأول، كان اتخذ من الأنبار عاصمة للدولة العباسية، روح كاتبينها هنا. طور الطريق بين مكة والكوفة. أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي، بنيت في عهده مدينة بغداد، وطبعا عرف بالمؤسس الحقيقي لأنه قضى على الثورات وراقب الولاة. هارون الرشيد، طبعا هارون الرشيد أسس سوق الوراقين في بغداد، اهتم بالزراعة وشق القنوات. أما المأمون ابن هارون ظهر في عهده الاسترلاب، ولسه قايلوه من شوية، وأنشأ أول مرصد فلكي في بغداد. تعال ناخد كمان نشاط تاني، برضو مدينا مجموعة من الصور طبعا الآثار الإسلامية. بيقول لك ده واضح جدا طبعا إن ده أول مسجد اتعمر في مصر، اللي هو مسجد عمرو بن العاص، واللي أنشأه طبعا عمرو بن العاص. الأثر ده مهم جدا، ده مسجد أحمد ابن طولون، وبناه طبعا أحمد ابن طولون. طبعا واضح جدا الأثر الأساسي بتاعنا الجامع الأزهر، واتبنى في عهد مين؟ الدولة الفاطمية، اللي بناه جوهر الصقلي. أما ده طبعا ده مقياس النيل عشان تحديد قيمة الضرايب، واتعمل في عهد عمرو ابن العاص. هنا بيدينا بعض العواصم، وبيقول لك اتبنت في عهد مين؟ الفسطاط طبعا في عهد عمرو بن العاص، اللي بناها أحمد بن طولون مدينة القطائع. أما مدينة العسكر بنيت في عهد محمد بن طغج الإخشيدي. أما طبعا في عهد الدولة الفاطمية بنيت القاهرة. مفيش حاجة صعبة، أسئلة كلها بسيطة، بس نركز شوية. طبعا
ده بيتكلم عن صلاح الدين وصد الخطر الصليبي. طبعا واضح جدا من الأثر دي قلعة صلاح الدين الأيوبي، واللي بناها صلاح الدين، واحنا اتفقنا ان تمت في عهد مين، او انتهت في عهد الكامل. سبب البناء طبعا القلعة مقر للحكم، تدريب للجيش، مكان حصين للدفاع عن القاهرة. مدينا خريطة وبيقول لك اكتب أسماء الممالك والإمارات اللي سيطر عليها الصليبيين في بلاد الشام. طبعا عندنا لو خدناها بالترتيب: الرها، أنطاكيا، بيت المقدس، طرابلس. طيب حصن الكرك كان تابع لمملكة مين؟ بيت المقدس. طيب مين كان حاكمها؟ هو الملك مين؟ أرناط، اللي كان سبب من أسباب معركة حطين. صلاح الدين عقد صلح مع ملك إنجلترا وريتشارد قلب الأسد، كان اسمه إيه؟ صلح الرملة. يبقى هو هنا عايز اسم الملك الأول، هنكتب اسم الملك كان اسمه ريتشارد قلب الأسد، أما اسم الصلح كان اسمه صلح الرملة. طيب انتصر صلاح الدين على الصليبيين في معركة حطين 1187. طيب عقد صلاح الدين هدنة يعني صلح مع الملك مين؟ اللي هو ملك بيت المقدس، كان اسمه ايه؟ بلدوين الرابع. يبقى بلدوين الرابع ده اللي اتعاقد مع هدنة مع ملك بيت المقدس. تعال ناخد مهمة تانية في عهد سيف الدين قطز. طبعا هو مدينا شكل مسجد، خلي بالكم يا اولاد نحفظ الصور مهمه. ده مسجد طبعا الظاهر بيبرس، واتبنى في عهد طبعا الملك الظاهر بيبرس في عهد الدوله المملوكيه. بيقول لك من خلال الخريطه خط سير جيش المسلمين في معركه عين جالوت. طبعا هنا بيقول لك اسم المكان اللي دارت فيه المعركه، هو حلالك فوق اهي، هتقول له عين جالوت. طيب الشخص اللي وحد قبائل المغول في الاول، اللي هو كون القبائل المغوليه، هو كان اسمه ايه؟ جنكيز خان. طيب تتبع خط سير جيش المغول الى ارض المعركه ثم سجل اسماء المدن التي مروا بها. طبعا مروا بعده مدن زي الطباريه وبيسان وعين جالوت. طيب يا مستر احنا مش حافظينها، بص على الخريطة اهو، ادي المعركة اهو، ادي عندك عين جالوت طبعا دي اسم المعركة، وعندك طبرية موجودة اهي، وعندك بيسان موجودة على الخريطة، يعني سهلة. وعندك في مفتاح الخريطة ممكن تستعين بيه لو مش عارف توصل لها. من هو قائد الجيش الإسلامي في الحرب ضد المغول؟ كان سيف الدين قطز. طيب من هو قائد جيش المغول في المعركة؟ كان طبعا كتبغة. من خلال دراسة يعني، ما هي علاقة عز الدين أيبك بنور الدين؟ طبعا ده كان أبيه، يعني عز الدين أيبك هو والد نور الدين علي، كان أبوه يعني، وطبعا لما مات مسك مكانه، وكان سيف الدين قطز واصيا عليه. هنا مديك خريطة ذهنية في الحياة السياسية، بيقول لك ايه عناصر. طبعا احنا كان عندنا 7، عندنا زي الخلافة، الوزارة، الإمارة، الدواوين، القضاء، الشرطة، الجيش، والأسطول. فهي سهلة فلازم نحفظهم: خلافة والوزارة والإمارة، الدواوين والقضاء، الشرطة، الجيش والأسطول. سهلة جدا. طيب امتى ظهر نظام الخلافة؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو أول من أدخل نظام الوراثة في الخلافة؟ معاوية ابن أبي سفيان. طيب للجيش طبعا دور مهم في الدولة. برأيك ما هي وظيفة الجيش؟ وهل يمكن أن توجد دولة قوية بدون جيش؟ طبعا الإجابة التانية دي لا يمكن أن في دولة قوية توجد بدون جيش. طب إيه هو دو وظيفة الجيش؟ الجيش طبعا حماية حدود الدولة من الأعداء والدفاع عنها، ولا تستطيع أي دولة في العالم إن هي تبقى موجودة بدون جيش عشان يدافع عنها. اكتب رسالة لجندي مصري يقف على الحدود. طبعا دي متروكة للطالب، بس اكتب مثلا قول له ربنا يعينك، ربنا يحفظك من كل شر. طبعا احنا دول يعتبر العيون بتاعتنا، احنا بننام ومستريحين ومبنروحش مشاغلنا، ودول قاعدين سهرانين عشان يحموا حدودنا. فطبعا لازم ندعي لهم، لازم نكتب لهم رسالة، اللي هو احنا نقول له مثلا ربنا يحفظك ويبارك في صحتك ويعينك على مهمتك اللي انت فيها، مهمة مش سهلة اللي انت بتدافع عن حدودنا، فهم عيوننا. وطبعا ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ جميع جنود المسلمين. طيب تعالى بقى نبدأ نتكلم عن
مهمة تانية اللي هي الحياة الاقتصادية. هو مديك هنا المراكز، وخلي بالك دي مهمة جدا، مديك المراكز ومديك الدول، بس عايز يعرف اسم المدينة اللي في الدولة. يعني مدام العراق بغداد، مدام العراق بغداد. مصر عندنا اتنين، اسكندرية والقاهرة، ممكن تكتب اسكندرية. سوريا فيها دمشق، مدينة دمشق في سوريا. فلسطين القدس، فلسطين القدس. ليبيا طرابلس، ليبيا طرابلس، مهمة جدا. طيب، قالك ان المحاصيل الزراعية في عصر الدولة الإسلامية كانت كتير. اذكر، عندك القمح، الذرة، ومديك الرز هنا، في الزيتون، التمر، الفواكه والخضروات. سهلة جدا. طيب، حدد السبب الذي أدى إلى إنشاء مقياس النيل. احنا اتفقنا مقياس النيل في عهد عمرو بن العاص اتعمل لتحديد قيمة الضرائب. طيب، لماذا تم إنشاء ديوان بيت المال؟ احنا اتفقنا اتعمل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. بسبب ايه؟ بسبب ان الدولة توسعت، فلازم عايز يحدد مكان يجمع فيها ايرادات الدولة. يعني ايرادات الدولة اللي هي الزكاة والصدقات والضرائب. يبقى هنا عايز يجمع مكان، يحط في مكان يجمع فيه ايرادات الدولة، وينفق منها اللي هي المصروفات للفقراء والمساكين والمحتاجين. عشان كده اتعمل بديوان بيت المال لجمع إيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع. وإلى هنا انتهى المهام. أتمنى إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة، ويا رب يكون امتحان بسيط، ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.